اكبر. الحمد لله. السلام الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. الإخوة والسيد الرئيس والرفقاء كلهم الحمد لله بالسلامة في وطنكم. وهذه الملكات والشيخات والحورة فرحان ان احنا ديل البرامكة. وهذا اللي قدامك ده رئيس البرامكة السكرتير عام بولاية غرب دارفور. الله اكبر. نحن زي ما قالوا سبقونا الاخوان، نحن وراكم ومعاكم في خندق ليلا ونهارا، وان شاء الله الى ما قيام الساعه تقوم. وما عندنا عنصريه في الولايه دي. ونحن ديل ملكاتنا اللي بيشوفون ديل قدحين ماشي في الجريح وماشي للمريض وماشي للضيف. الله اكبر. واذا جيتوا 10,000 والله هنا نكفيه زي ده. الله اكبر. الله اكبر. ونحن معاكم ليل ونهار. الله اكبر. بس نحن دايرين نقول شيء واحد، السيد الرئيس، نحن عندنا دار بتاعت برامكة دايرة بنا موجودة جاهزة مشيدة، لو كنا ناقصها أشياء عشان رسالتنا دي توصلها للغاية. وربنا يعينكم ونحن معاكم. الله اكبر. شكرا لكم. ده بس ما حبيت نقول السلام عليكم ونشكركم. السلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. نحن سعيدين غاية السعادة بهذا اللقاء بقدح الميارم بأخواتنا وعماتنا وخالاتنا في هذه الولاية، ولاية غرب دارفور. نحن يا جماعة لما جينا الزيارة دي، زيارة بالنسبة لنا زيارة كانت نوعية، زيارة تفقدية. الولاية دي حصلت فيها مشاكل ما حصلت في ولاية السودان قاطبا، وبالتالي دي من ضميرنا لابد نزور أهلنا، لابد من نزور أهلنا، نتفقد أحوالهم، نتلمس مشاكلهم، ونحن نحاول برضو نسعى في حلها. الصوت فوق. وبنشكركم في البداية يعني لكرم حسن الاستقبال وكرم الضيافة. يعني احنا الاستقبال والضيافة اللي احنا وجدناها في هذه الولاية ليس لها مثيل. الله اكبر. ده حقهم. الله اكبر. ده حقهم. احنا ما دارين ننتقص منكم. نحن الان من هذه الولايه، نحن ماشيين ولايه وسط دارفور، بنزور ولايه جنوب دارفور، بنختم الزياره دي بولايه شرق دارفور. الله اكبر. لكن احنا الحمد لله بدينا انطلقنا من هذه الولايه، والشيء اللي وجدناه في البدايه اخواننا بسر البال. نحن والله بصراحه شاكرين لكم ومقدرين لكم، خاصه المراه دي هي اكثر انسان مكتوي بنار الحرب، لان اللي بيموت زوجها واللي بيموت ابنها واللي بيموت اخوها. نحن والله في هذه الحرب صحيح قدمنا الغالي والنفيس. الحرب دي شالت مننا اخواننا اعز ما نملك. الله اكبر. لكن في القضيه نحن والله ما عندنا زول غايه، لكن في النهايه ان شاء الله نحن بنعهدكم اي زول فقد زول ان شاء الله نحن برضه الان حقوقه مصانه. نحن اخواننا الان نحن عارفين الناس فقدوا ازواجهم، فقدوا ابنائهم، فقدوا جيرانهم، فقدوا اغربائهم. نحن ان شاء الله القصه دي كلها الحمد لله عندنا زول مسؤول كامل نحن الان بنناقش هناك في المركز. نحن على مستوى تمازج، لان اخوان عندنا قاعده كبيره وعندنا قاعده عريضه. ما دايرين نحن نكون محصورين. الله اكبر. ما دايرين نكون نحن محصورين في المركز. نحن دايرين برضه اخواننا نشوف نحن الان حركه كبيره جدا منتشره في السودان ده. اي ولايه السودان دي زرناها، لكن برضه عندكم حق نحن نزوركم هنا، نسمع منكم، نقعد معكم في الحرايه دي، نشوف همومكم، نتكلم بكل شفافيه. عرفنا احنا عن قضاياكم، قعدنا مع الغادات دي، عرفنا قضاياكم، عرفنا مشاكلكم. الحاجه اللي نحن بنقدر بنساهم معكم هنا في الولايه، اللي احنا بنقدر احنا بنرفعها للمركز ان شاء الله. اخواننا دي متعاونين معانا، انتوا عارفين احنا كلنا الان دعم سريع، الان كلنا اتجاه واحد من اجل هذه القضيه. والقضيه دي الحمد لله احنا اخواننا كلنا الان نحن ساعين فيها، يعني مراه وراجل وكلنا احنا الان وشباب كلنا الحمد لله احنا الان على قد رجل واحد. طالما احنا الان معانا نسواننا ومعانا اخواتنا ومعانا شبابنا ان شاء الله نحن منتصرين. ونحن يا جماعه الشيء اللي نوصيكم عليه، الولايه دي احنا اخواننا دايرين تتعايشوا، دايرين الناس تتعايش. الولايه دي اكبر منطقه شهد الصراع، لكن يا اخواني عندنا تجربه في العالم، عندنا في العالم ده في حاجه اسمها رواندا. رواندا اكبر مشكله حصلت فيها ضحيه عرقي، ماتوا فيها ناس، في ناس اكلوهم احياء، لكن الان اصبحت رواندا مضرب للامثال. يعني الان الرئيس بتاع رواندا بيحل المشاكل في السودان. فان شاء الله الجنينه دي رغم المعاناه ورغم الموت ورغم الدمار نحن متاكدين حترجع لسابق عهدها، وان شاء الله حتبقى نموذج للتعايش في البلد دي، حتبقى نموذج في التعايش. انا شاكر لكم، ويا جماعه والله الان لساننا يعجز
انا شكركم وترحاب بكم. ان شاء الله حتكون عندنا لقاءات اكثر من كده. نحن قاعدين معاكم اكثر من 5 ايام، حتكون عندنا معاكم لقاءات سواء كان في اخواننا في البرامكه او في اخواتنا المراه او الشباب. نحن اي فئه حنقعد معاها نتلمس قضاياهم، وان شاء الله نحن جينا عشان نساعدكم ونقف معاكم في كل كبيره وصغيره. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.